واحد بيسأل سؤال، بيقول كنت عاوز أعرف، لم يبيد الله الشيطان في هذه الوعظة، وقد فهمت لماذا الله باد سدوم وعمورة ولم يبيد الشيطان، وباد أيضا الشعب ونجأ نوح وعائلته في الفلك، وأيضا لم يبيد الشيطان إن كان الله لم يريد أن يظهر قوته للشيطان، لأن الله محبة وأعطانا الحرية، فلماذا أباد الشعب؟ بالأحرى كان أباد الشيطان. أقول لصاحب السؤال: الشيطان لا يباد لأنه مخلوق من نار. الشيطان كان ملاك، والملاك أرواح، والأرواح لا تهلك، لكن الأرواح تعيش إلى الأبد. فاللي هيعمله ربنا في الشيطان بعد ما يخلص الأمر اللي طالبه منه أو اللي مستنيه عليه، إبادة الشيطان أن يلقيه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن سدوم وعمورة والطوفان دول ساكنين في أجساد، فالأجساد تباد. عشان كده الأشرار في الشعب نزل الطوفان غرقهم، نزلت المية حرقتهم، لكن أرواحهم موجودة زي أرواح الشيطان مع الأشرار. تفتكر يعني إيه يبيد الشيطان يا صاحب السؤال؟ الروح تباد؟ لا، لا تباد. يا تعيش في مجد أبدي يا في هلاك أبدي. بس كلمة أبدي يعني هلاك، يعني عدم راحة وتعب إلى الأبد، وفيه اليأس الكامل. لكن أنت يا صاحب السؤال بتقول لي ليه ما باتش الشيطان؟ هيبدوا إيه؟ الشيطان ليه جسد؟ الإبادة بتحصل للأجساد، الأجساد تفنى، ليها إبادة، ليها بداية وليها نهاية. فالناس الأشرار بينهي حياتهم الجسدية، لكن الأرواح موجودة، وهتنضم الأرواح الشياطين مع الأشرار، وهيروحوا النار الأبدية مع الشيطان وجنوده في الآخر. لأن الله محبة فعلا، وبيقدم للكل طول ما احنا في الجسد بيقدم لنا الخلاص.